انت عارفه ان اكتر من 80% من لبن الام عباره عن ميه؟ طب ايه السوائل اللي بتزود لبن الام؟ اول حاجه عندنا الميه. يا دكتور بزهق منها. ممكن تجيب الميه معاها تلج وعليها شرايح ليمون، او تحطي عليها قرفه، او تحطي عليها نعناع، بتغير طعم الميه وبتخليها بلاتابل وتشربي اكتر. طب تاني حاجه عندنا اللبن سورس كبير للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحيه. طب بزهق برضو من اللبن، نعمل موز باللبن، فراوله باللبن، تمر باللبن، يبقى انا اعرف اخد الحاجه وانوعها. تالت حاجه عندنا الاعشاب. ايه اشهر انواع اعشاب بتزود اللبن الام؟ عندنا الحلبه واليانسون والشمر. ايه كمان عندنا العصاير الطبيعيه. ابدعوا بقى انتوا، ايه، عصير فراوله، عصير برتقال، عصير، المهم انا على طول يبقى فيه سوائل. طيب عايزين نقول كام نقطه في السوائل. اول حاجه، هل افضل ناسيه مره واحده افتكر يا ده نسيت اشرب، ماسك ازازه عصير او ماسك ازازه ميه واقعد اشرب؟ لا، ما ينفعش كده. كده كل اللي شربتيه هينزل في البول. لازم كل ساعتين اشرب من 200 ل 400 مللي، اقفل معايا في اليوم حوالي 3 ل 4 لتر سوائل. وانا اظن نوعتهم لك خالص. طيب بنسى برضو يا دكتور، خلي اللي معاكي يفكروكي، خليكي مع كل وجبه، وان شاء الله هنتكلم عن الاكل، مع كل وجبه معانا من كوبايه لكوبايتين سوائل. برضو لسه بنسى، نزل ابلكيشن، خش على البلاي ستور، نزل ابلكيشن. في ابلكيشنز كتير قوي بتفكر الواحد بميه، بتعمل سنوز، قصدي بتعمل فايبريشن او بتعمل رنه كل شويه ان انت لازم تشرب. طيب عايز اقول حاجه كمان، ما نزودش يا جماعه في المكيفات، ما نزودش في القهوه والنسكافيه والشاي، اللي هي الحاجات ديت يعني بتعمل اضرار للبول، يعني بتنزل الميه في الجسم. طيب انا الميه اللي بشربها دي عايز احتفظ بيها، ان هي الجسم يستفيد منها كهيدريشن، او ان هو يمده بالميه وبالسوائل، وعايزه ينزل في اللبن. خلاص القهوه او النسكافيه بينزلوا الميه دي في البول، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان هو بيخلي الطفل يفوق، وكل الامهات في اول فتره بتبقى خلاص اعصابها هتتدمر من كتر الايه، من كتر الطفل واحتياجاته، وطفل جديد والرضاعه والغيار والضغط اللي عليها، الله يكون في عونها، فكمان مش مستحمله ان البيبي ما ينامش. ادي